طب لو قلت لكم بقى اني جبت لكم النهارده اسهل وانجح طريقه تجربوا بيها بسبوسه المحلات، بسبوسه طريه ومتماسكه كده ومرمله في نفس الوقت وبتدوب في البق ذوبان. لو البسبوسه بقى بتطلع معاكي كده ناشفه، ما بتشربش الشربات بتاعها او حتى مشقاه او مش بتاخد كده لون انت عايزاه، كل ده هنتكلم عنه النهارده بالتفصيل في الفيديو ده. لو قلت لك بقى كده ان هي زي بتاع الحلواني، بصراحه كده انا بظلمها، دي هتكون احلى كمان وهتعمليها كده اجدعها من اي حلواني. مش هطول عليكم كتير، يلا على طول نبدأ فيديو النهاردة ونشوف عملناها ازاي. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. بينا نشوف طريقة التحضير. هنحتاج كده في الاول نص كيلو من سميد البسبوسة او دقيق السومولينا، ولما تيجي تشتريه هتشتري كده النوع المتوسط، ما يكونش ناعم ولا خشن زيادة عن اللازم. وخلينا بقى متفقين في الاول ان نجاح البسبوسة مش بيرجع بس لطريقة التحضير، بيرجع كمان لجودة المكونات اللي انت هتشتغلي بيها. لازم كده تختاري نوع كويس للدقيق. زودت بقى على السميد باكت واحد من الفانيليا، بيدي ريحة حلوة جدا. وزودت كمان رشة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وما تزودوش بقى في كمية البيكنج باودر عن نص معلقة، دي بتكون الكمية الكافية للبسبوسة اللي احنا هنعملها. هنقلبهم بقى مع بعض كويس بالشكل ده. دلوقتي بقى محضرة معايا كوباية الا تلت سمنة على زبدة. حابة تستخدمي سمنة بس او زبدة بس براحتك خالص، انا عملت كده ميكس بين الاتنين بيدي طعم حلو جدا. والزبده والسمنه دول مش سخنين ولا اي حاجه، يا دوب ان انا مسيحاهم كده حبه بسيطه على النار. دي بقى فرصتك انك تقلبي المكونات كويس جدا مع بعضها. هنبس البسبوسه كده ونفركها بايدينا بالشكل ده. وما تقلقيش خالص، مش هننشط الجلوتين اللي في السميد، احنا دلوقتي ما ضفناش ليها اي سوائل. احنا دلوقتي بنغلف دقيق السميد كده بكميه السمنه اللي احنا ضفناها، وبنفتح كده حبيبات السميد معانا. والخطوه دي هتفرق معاكم جدا في عمايل البسبوسه. خلاص كده تمام، هنركنها بقى على جنب ونشوف الخطوه اللي بعدها. في طاسه كده على النار، وهزود فيها معلقتين كبار من جوز الهند، وهضيف عليهم كمان معلقتين من اللبن البودره. هنحمصهم بقى مع بعض كده لحد ما ياخدوا لون ذهبي معانا. وعايزه اقول لكم ان الخطوه دي هتديكوا ريحه وطعم حلو جدا جدا، ولون كمان للبسبوسه بتاعتنا النهارده. وانتي بتحمصيهم كده خلي النار بتاعتك تكون هاديه علشان ما ياخدوش لون معاكي بسرعه ويتحرقوا منك. وطبعا ايدك هتبقى فيهم كده على طول عشان بيلونوا بسرعه. وعايزه اقول لكم كمان ان ريحه جوز الهند بعد ما بيتحمص بتبقى حلوه جدا جدا. حمصتهم بقى بالشكل ده، هركنهم على جنب. ونضفت بقى الطاسه اللي معايا كده، ومحضره معايا كوبايه من السكر. وكوبايه السكر دي هاخد منها يدوب كده حوالي ربع كوبايه علشان نكرمله. هنركن الكميه التانية هقول لكم هنعمل بيها ايه بعدين. وطبعا النار بتاعتنا في الوقت ده هتكون هاديه جدا علشان الكراميل ما يتحرقش ويتلسع معانا بسرعه. لمجرد بقى ما الاطراف بتاعته كده تلون هنبدا نقلب فيه على طول. اول ما بتنزلي بالسكر في الطاسه ما تلمسوش خالص ولا تحطي فيه معلقه. ما تبدايش تحركي وتقلبي فيه غير لما الاطراف بتاعته كده تبدا تلون معاكي. وخلي بالك برضو ان الكراميل من الحاجات اللي هي مش بتستحمل النار، ايدك هتبقى فيه كده على طول بالتقليب المستمر، علشان لو اخد منك لون زياده عن اللازم طعمه هيمرر معاكي. محضره بقى معايا كده كوبايه ناقصه حاجه صغيره من الميه، ودول حوالي 190 جرام بالظبط. هضيفهم بقى كده وهنبدا بقى ان احنا نقلب فيه. اول ما بتنزلي بالميه كده على الكراميل بتلاقي قفش معاكي، ما تقلقيش خالص، مع الوقت والتقليب كده هيفكوا بسرعه. اول بقى ما الكراميل يسيح والصوص بتاعنا كده يبدا يغلي هنطفي عليه النار على طول. ودلوقتي هزود عليهم باقي كميه السكر اللي انا كنت محضراها، وهزود عليهم كمان اللبن البودره وجوز الهند اللي احنا حمصناهم مع بعض. عايزه اقول لكم بقى انكم لو مش هتستخدموا لبن بودره، بدل كوبايه الميه اللي انا ضفتها دي تقدروا تستخدموا كده كوبايه من الحليب. هتديكوا برضو نفس الطعم، لكن النتيجه هتكون مختلفه شويه في اللون، علشان اللبن البودره لما اتحمص هيدي لون حلو كده متكرمل للبسبوسه. هنقلبهم بقى مع بعض كويس بالشكل ده لحد ما السكر يدوب تماما. وطبعا النار بتاعتنا في الوقت ده مش شغاله خالص، انا طفيتها بعد ما الكراميل كده بدا ان هو يغلي. هنسيب بقى الصوص بتاعنا ده لحد ما يهدى كده شويه ويكون دافي. بعد ما بيدفى بقى بنضيفه كده على سميد البسبوسه بالسمنه اللي احنا كنا محضرينه مع بعض في الاول. ركزوا لي بقى كده في الخطوات اللي جايه دي علشان دي مهمه جدا. اول حاجه الخليط اللي احنا عملناه ده ما ينضافش على البسبوسه وهو لسه سخن، وفي نفس الوقت ما نسيبوش كده لحد ما يهدى ويبرد تماما، لازم تضيفيه كده وهو لسه دافي علشان البسبوسه ما تنشفش منك. تاني حاجه بقى ودي اهم حاجه، البسبوسه مش بتحتاج عجن كتير ولا تقليب.
بنقلبها بس يا دوب كده تقليبه صغيره، لمجرد ما المكونات بتاعتنا بتختلط مع بعضها كده بتبقى تمام معانا وزي الفل. خلاص كده تمام، في اقل من دقايق كده البسبوسه بتاعتنا بقت جاهزه وزي الفل معانا. هنركنها بقى على جنب. ودلوقتي محضره معايا صينيه مقاس 30 بحته سمنه بقى كده او حته زبده، ودهن الصينيه بتاعتك كويس ومن الاطراف بتاعتها كمان، وتوصي بقى شويه كده علشان البسبوسه ما تطلعش لازقه معاكي. حطيت بقى البسبوسه كده في الصينيه ونوزعها فيها كويس باي معلقه بقى كده عندك او سباتولا او حتى بايديكي، هتوزعيها كده وما تخليش فيها جنب اعلى من التاني. وخليط البسبوسه القوام بتاعه بيكون تقيل شويه، يعني بيحتاج كده ان احنا نفرده باي حاجه في الصينيه علشان نوزعه كويس، ما بيكونش سايل. بعد ما وزعته بقى كده في الصينيه كويس، جمدي قلبك كده واخبطيها خبطتين على الرخامه علشان تكون بسوا بعضها. تمام كده، هاخدها بقى على التسويه على طول. في الوقت بقى اللي البسبوسه بتاعتنا هتستوي فيه، تعالوا بينا نجهز الشربات. محضره معايا كده كوبايتين الا ربع من السكر، وهزود عليهم كوبايتين وربع ميه، ونفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها السكر عايرت بيها برضو الميه، والكوبايه دي مج الشاي العادي اللي ساعته بتكون 200 مللي. هاخد بقى الشربات بتاعنا كده وارفعه على النار، ولمجرد ما يغلي هديله عصير نص ليمونه واسيبه على نار متوسطه لمده 5 دقايق. واحنا محتاجين الشربات بتاعنا النهارده سخن مش بارد. دي بقى البسبوسه القمر بتاعتنا، بعد ما خرجتها من الفرن بقى وهي لسه سخنه هنسقيها بالشربات، والشربات هيكون خفيف وساخن. ومن علامات نجاح البسبوسه بقى انك اول ما تسقيها بالشربات بقى تشربها على طول. وشايفين بقى ما شاء الله لونها حلو ازاي. وهي بتحتاج كل كميه الشربات اللي احنا حضرناها، بس مش بننزل بكل كميه الشربات كده دفعه واحده، بنبقي بقى معانا كده شويه وبنشوفها اذا كانت محتاجه فبنضيف لها حبه كمان. هتحطي صبعك بقى كده عليها، لو لقيتيها طريه والشربات بيبان تحت ايديكي كده بتبقى تمام معاكي وزي الفل. لما بتخرج من الفرن كده بتحسي ان هي فيها تشققات صغيره، ما تقلقيش خالص، بعد ما بتهدى وتبرد تماما كل ده بيختفي معاكي. غطيتها بقى كده بكيس نايلون لمده 5 دقايق، وبعد كده بقى نسيبها لحد ما تهدى وتبرد تماما، وقطعيها بقى بالحجم اللي انت عايزاه. واحنا بنقطع البسبوسه القمر بتاعتنا تعالوا بينا نتكلم عن طريقه التسويه. احنا بندخلها فرن سابق التسخين على درجه حراره 180. هتحطي بقى الصينيه كده على تاني رف بعد الصاجه، هتاخد معاكي بالظبط جوه الفرن من 35 ل 45 دقيقه. والفرن بتاعنا بيكون شغال من تحت بس، اخر دقيقتين 3 كده هتشغلي عليها الشوايه على الهادي علشان تاخد لون خفيف من فوق، وبتطلع بقى بالشكل واللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى ما شاء الله الجمال، لون موحد. البسبوسه كده طالعه طريه ومرمله في نفس الوقت ومتماسكه وشاربه الشربات بتاعها كده وسكرها مظبوط. بصوا بقى كده بتدوب في البق ذوبان. وعايزه اقول لكم كمان ان دي انجح طريقه تجربوا بيها وصفه البسبوسه، ولو اي حد كده كمان مبتدئ هتكون ناجحه معاه من اول مره. نسيت اقول لكم بقى ما تقطعوهاش غير لما تهدى كده وتبرد تماما علشان تطلع متماسكه معاكي وكل قطعه بقطعتها. انتوا لازم بقى تجربوها بالطريقه دي، هتعجبكم جدا. وبكده نكون خلصنا مع بعض فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم مني اشعار بكل وصفه جديده انزلها. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.